السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة شيوات آية. اليوم فيديو جديد غنشارك معكم الكبدة مشرملة ديال البقري. كتجي أكثر من رائعة مع سلطة مغربية ممتازة 100% ولذيذة في نفس الوقت. فبالنسبة لهاد الكبدة ديال البقري اللي كتجي اللي غادي نخدمها معكم بواحد الطريقة رائعة ولذيذة، فلا جربتوها إن شاء الله راه غتبقى دائما معتمدة عندكم وغتعجبكم في نفس الوقت، لأن هي كتكون طرية ما شاء الله على اللذة ديالها. فالمهم فقبل ما نبدا لا فيديو ما تنساوش الاشتراك على القناة وديروا جيم، وكذلك كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال وفي احسن الظروف ان شاء الله وانتم كتشاهدوا على لا فيديو. فيلا على بركة الله. بالنسبة للطريقة والمقادير في نفس الوقت، في أول مرحلة غادي نوجدوا الشرمولة ديالنا. بالنسبه لنص كيلو ديال الكبده عندي 4 ديال الفصوص ديال الثوم يكونوا كبار. ولكن انا عندي الثومه كدا بالزايد، لحقاش عندي الكبده يعني اكثر من نص كيلو. المهم نص كيلو ديال الكبده كنحتاجو فيها 4 الفصوص ديال الثوم فقط. من بعد ما حكيت الثومه كنزيدو الربيع. الربيع تكون بواحد الكميه كدا شويه كثيره. قزبر ومعدنوس انا عندي هنا مجمدين. صافي هنا من بعد ما درت هذا الربيع كنزيدو عليهم التوابل اللي هما 2 معالق صغار ديال التحميره يكونوا عامرين مزيان، وشويه ديال واحد المعلقه صغيره تقريبا ما كاملاش ديال السودانيه. تقدروا تعوضوها بالبزار، ولكن الا كانت عندكم سودانيه حاره من الاحسن كديروا غير القليل. من بعد كنزيدوا واحد معلقه ديال الكمون وشويه ديال الملحه وعصير واحد نص حامضه ديال الحامض كنعصروه، وكنزيد شي شويه ديال الخل ضروري كنزيدو. فبالنسبه لهاد الخل والحامض راه كيبغيوهم هكا هاد الكبده. وهنا كنزيد واحد المعلقه ديال القزبور يابس اختياري، وكنحاولوا نخلطوا الكل مزيان كما كتشوفوا. وكنشوفوا لا بنت شي حاجه هكا خاصها كنزيدوها. المهم كان خاصني نزيد واحد شويه ديال الكمون، زدت واحد شويه القليل فقط زدتو. ولا كانت عاوتاني خاصكم شي حاجه راه كتزيدوها من طبيعه الحال. صافي بعد ما خلطت هاد الشرموله كنمشيو للكبده اللي كنكونوا غسلناها مزيان من قبل. وانا خديتها من عند الجزار قطع ليا شرائح بحال ما هكا رقاقين. وانتم ضروري غتحاولوا تحيدوا ليها الجلده. حاولوا قولوا للجزار ديالكم لا نتوما تحيدوا لها ديك الجلده، لان الجلده راه ملي كطيب كتبقى قاصحه ما كتجيش زوينه. المهم ضروري خصنا نحيدوا لها الجلده. ومهم كنشرملوا هاد الشرائح ديال الكبده ديال البقري كنشرملوهم مزيان كما كتشوفوا. ضروري داك الشرموله تكون باينه هكا فيهم كما كتشوفوا. وكنحاولوا نخليهم هكذا كما كتشوفوها هما الشرائح ديال الكبده مشرملين باين داك الشرموله مزيان، وحتى الشرائح كيكونوا رقاقين. المهم بعد ما شرملاهم غنخليوهم، غادي نغطيوهم بواحد البلاستيك غذائي هنايا، وغادي نخليهم مثلا درناهم نقدروا نخليهم ليله كامله او لا صبح كامل. فخصهم يترقدوا مزيان مزيان باش كيجيو فتيين ولذاذين في نفس الوقت. هنا من بعد ما ملي كيتشرملوا صافي غادي نوجدوا، يعني غادي نوجدوا هذا الطبق ديال الكبده. كنمشيو قبل كنوجدوا السلطه ديالنا اللي هي انا غادي ندير معكم واحد السلطه مغربيه وكتجي رائعه بزاف بزاف. كنقطعوا مطيشه نحيدوا لها بطبيعه الحال ديك الزريعه. وبالنسبه للمطيشه خاصه نحيدوا لها الزريعه، وكتكون يعني ما كتكونش ديك المطيشه اللي رخيه بزاف، خاص تكون هكا قاصحه واحد شويه باش كتجي لذيذه. صافي غنقطعوا بهذه الطريقه كما كتشوفوا كل هذيك المطيشه اللي عندي. من بعد ما غنقطع هاد المطيشه كما شفتوا غادي ناخذ واحد الفلفله ولا نص فلفله على حسب المطيشه اللي عندكم نتوما. المهم بعد ما غادي نقطع داك المطيشه غادي نحطها في واحد البول. بعدا عاد غادي نمشي نوجدوا داك الفلفله اللي غادي نقطعها كما شفتوا عندنا كبيره. غنضيف غير النص، غادي نحاول نحيد لها الزريعه وداك الخيوط ديالها من الداخل كما كتشوفوا.
صافي وغنحاول نقطعها بهاد الطريقه كما كتشوفوا، نحاول نقطعوها رقيقه رقيقه، فهذا هو السر ديال اللذه ديالها. باش تجي لكم سلطه زوينه. ما تقطعوا يعني ما تطحنوهاش في الهشوار ولا، يعني حاولوا قطعوها في القطعه بحال ما كان، لان الا درتوها في الهشوار فراه غادي تولي تطلق لكم الماء. حاولوا تقطعوها هنا فوق هاد القطعه كما هكذا، ورقيقه رقيقه بزاف بزاف باش تعطيكم واحد اللذه رائعه. المهم صافي من بعد ما قطعت هذيك الفلفله مزيان كما شفتوا، غادي نزيدها على هذيك مطيشه اللي قطعت كما شفتوا. بالنسبه هنايا حتى كتبغيو يعني تقدموها عاد توضعوا ليها التوابل. انا هنايا انا راه صافي قربت نحط يعني غادي نوجد الاكل ديالي، غادي نطيب داك الكبده. صافي انا وجدت هذا السلطه اللي غادي ندير فيها هاد العطريه المعدنوس بالزايد، شويه ديال الابزار وشويه ديال الملحه. بالنسبه للابزار بعض المرات انا كندير الابزار، بعض المرات كندير الكمون، حتى الكمون كيجي فيه رائع في هذه السلطه. وكنزيد كنزيد زيت الزيتون، ضروري زيت الزيتون ماشي زيت المائده، غير واحد القليل شويه وكنخلطو. فهاد المرحله ملي كنزيدو هاد التوابل حتى كنبغيو نحطو يعني كنبغيو نبغيو ناكلو عاد نديرو ليها التوابل، لان هاد الملحه وهاد التوابل اللي غادي نديرو ليها فلا لا خليتوها واحد المده هكا طويله فراه غادي يطلق لكم الماء. خليوها حتى اخر لحظه عاد ديروا ليها الملحه والتوابل. المهم كتجي بحال ما كانت سلطه رائعه رائعه ولذيذه، فغير جربوها كتجي اكثر من رائعه. صافي هنا كيكون داك الكبده تشرملات لنا مزيان على حقها وطريقها، يعني دخل في هذيك الشرموله مزيان كما كتشوفوا. هنا غادي نقليوهم، غادي نحاولوا نديروا لهم هكذا الدقيق كما كتشوفوا مزيان، نغمسوهم مزيان في الدقيق، اي دقيق كما كان. وكتكون عندنا المقله هنايا سخناها مزيان، كنسخنوا المقله ديالنا وكنوضعوا فيها الزيت. هنايا هاد الكبده هادي كما قلت لكم ضروري خصها تكون رقيقه 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 باش تجيكم لذيذه. وكذلك داك الجلده ديالها خصها تحيدوا، ضروري تحيدوا ليها الجلده، لان كتكون ديال الكبده ديال البقري كتكون قاصحه ديك الجلده ديالها، ضروري خصنا نحيدوا ليها الجلده. صافي هنا كنمشيو نقليو داك الشرائح ديال الكبده كما كتشوفوا. يعني بالنسبه للكبده ما تخليوهاش تحرق لكم بزاف، لان لا بقات كطيب بزاف هنايا فراه غتقصح لكم وما غتجيكمش زوينه. صافي غير غطيب كتحيدوها. صافي هنا غادي نحاولوا نحطوا الوحدات ديالنا مزيان، وداك الدقيق ضروري خصنا نبقاو نسوسوه ما بين يدينا باش داكشي اللي زايد كيتحيد. صافي ملي كنقليوهم كتكون الزيت بطبيعه الحال سخونه، كنقليوهم من الجهتين كما كتشوفوا، وكنحاولوا نردو لهم البال باش ما يتحرقوش لينا. كنحسوا بلا طابوا من تحت صافي كنقلبوهم صافي. وكنزيدوا الكميه اللي يعني الكميه اللي بقات لنا كنطيبوها بنفس الطريقه هكذا كما شفتوا. فضروري ما تطيبوهاش بزاف بزاف، كما قلت الكبده ما كتبغيش داك الطياب كتير باش ما كتجيش قاصحه معاكم. هنايا من بعد ما كيطيبوا غادي نحيدهم بطبيعه الحال. وكتشوفهم يعني راه كيجيو بالنسبه لهاد الشرموله ملي كتدخل فيها راه كتجي لذيذه لذيذه بزاف بزاف في هاد الكبده هادي. صافي هنايا من بعد ما طابت لنا ديك الوحدات كنبقاو نحاولوا نحيدوهم ونوضعوهم في واحد الطبق اللي كنكونوا مفرشين ليه داك الكاغيط ديال الطبخ. صافي بنفس الطريقه حتى كنسالي كل الوحدات ديالي وكنقدمهم كذا مع الفريت ومع ديك السلطه اللي صاوبت معاكم، وزدت واحد السلطه اخرى مع الخيار. المهم هاد الكبده راه كتجي اكثر من رائعه لذيذه وسهله، يعني كتجي لذيذه بزاف بزاف. فغير جربوا هاد الطريقه هادي ان شاء الله راه غتعجبكم وغتبقى دائما معتمده عندكم. واخا قليناهم هكا في الزيت راه كيجيو بحال اللي ما قليناهمش كاع في الزيت، كيجيو بحال طايبين غير في الفران. هانتوما كيما كتشوفوا راه ما كيشربوا لا زيت لا والو، من الداخل كتبقى ناشفه ديك الكبده.
الحق هاد الطبق رائع رائع بزاف. مرة هكذا كتبغيو تبدلوا شي حاجة هكا مبدلة، فهاد الوصفة هادي في حقها تستحق التجربة. المهم كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى يعجبكم وينال الرضا ديالكم. وما تنساوش تبارطاجيوه مع الاهل والاحباب باش هكا تعم الفائده، وما تنساوش الاشتراك على القناه وديروا جيم. وشكرا والى فيديو قادم ان شاء الله.